أنا المسلم قلبي خافق دوما. أحد رددوا معي أحد. ዛሬ ተካሂዶ በነበረው የቁርአንና የአዛን ውድድር በሁለት ዘርፍ ኢትዮጵያ አሸናፊ ሆናለች። አንደኛ በአዛን ነው። በአዛን ምናውቀው በጣም የምንወደው ወንድማችን ጅብሪል አላሁ አክበር ሶስተኛ ወጥቷል። እንዲሁም በቁርአን በሴቶች የሂፍዝ ውድድር ኢትዮጵያን ወክላ ተወዳድራ ሶስተኛ ወጥታለች እህታችን አህለሃ ቢልበእሳኢ ወالضራ من أنتم؟ مسلمون يا الله. يا شعب إثيوبيا، يا أهل الحبشة، إنها بركة النبي أصابتكم يوم أرسل خيرة شبابه. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله በጣም ደስ የሚል ነው። ዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ ያቀረብኩት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ሁላችሁም ባላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነት ረድኤት ቸርነት አይለያችሁ ኢንሻአላህ። ዛሬ እንግዲህ ከመግቢያው እንደተመለከታችሁት በጣም በሚያስደስት ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ኢንሻአላህ። አዲስ አበባ ኢትዮጵያ በቁርአን በአዛን ዛሬ ደምቃለች። አላሁ አክበር። የተለያዩ ቪዲዮዎችም አሉ። ልክ እንደ አምናው እንግዲህ ይህ አልጄሪያዊ ታላቁ ዳኛ ማለት ነው ድምቅ ሽብርቅ ያደርጓታል ሀገራችን ማለት ነው። ማሻአላህ በጣም ደስ ይላል። ለኢስላም ባላችሁ ፍቅር ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ለብዙዎች ተደራሽ አድርጉት። የየሁሉም ሀገራቶች ቁርአን ሲቀሩ እንግዲህ ቪዲዮ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። አሁን ግን የሚገራርሙ መልእክቶች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ድባቡን እንመለከታለን ኢንሻአላህ። ያጀማ ሁላችሁም ላይክ አድርጉት። ምንድነው ከሴት ኢትዮጵያዊት እህታችን ሶስተኛ በቁርአን እንግዲህ ሂፍዝ ውድድር ማለትም ሶስተኛ ወጣለች። እንዲሁም ደግሞ በአዛን ውድድር አንድ ወንድማችን ሶስተኛ ወጥቷል ማለት ነው። ይህ ትልቅ ደስታ ነው። ማሻአላህ ሁላችሁም ማሻአላህ አላሁ አክበር በሉ። አላብዛባችሁ ቪዲዮን እንመልከት። ይሄን ላይክ እና ይሄን ቪዲዮ ተደራሽነት አይቼ ኢንሻአላህ ሌሎችን ቪዲዮችን ሰብሰብ አድርጌ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ አልፍኩላችሁ። من أنتم؟ مسلمون يا الله ባሮች ሰላም ዘር የሪሳላ ወታደሮች ዛሬ ተካሂዶ በነበረው የቁርአንና የአዛን ውድድር በሁለት ዘርፍ ኢትዮጵያ አሸናፊ ሆናለች። አንደኛ በአዛን ነው። በአዛን ምናውቀው በጣም የምንወደው ወንድማችን ጅብሪል አላሁ አክበር አላሁ አክበር በአዛን ሶስተኛ ወጥቷል። እንዲሁም በቁርአን በሴቶች የሂፍዝ ውድድር ኢትዮጵያን ወክላ ተወዳድራ ሶስተኛ ወጥታለች እህታችን አህለሃ ቢልበእሳኢ ወالضራ ለዐለሁም የضረዑን። አላሁ አክበር። እልፍ ሰው የሰራ እልፍ ሰው ያበጀ እልፍ ዓሊም መርቆ በእውቀት ያደረጀ የጅልና ከሊመተን ባቂየተን ፊ ዐቂቢሂ ለዐለሁም የርጅዑን። أنا المسلم قلبي خافق دوما بحب الله فأعمالي وأقوالي وعطرها بذكر الله فبسم الله أبدأها وأختمها بحمد الله وهمي في الحياة هداية الدنيا لشرع الله وعيشي من آدم الله. يا شعب إثيوبيا، يا أهل الحبشة،
إنها بركة النبي أصابتكم يوم أرسل خيرة شبابه إلى أرضكم. نعم، وهم يحملون دينهم على أكفهم. من جعل النبي يختار أرض الحبشة إنه الله عز وجل. من جعل النبي يختار أرض الحبشة إنه الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى. نعم أيها السادة الكرام، اختار الله الحبشة لتكون أول دولة لجوء سياسي لخيرة شباب المسلمين، واختار الله هذه الأرض المباركة لتكون ثاني أرض بعد مكة يتلى فيها القرآن الكريم. القرآن الكريم، نعم، أول ما قرئ القرآن الكريم قرئ بمكة، وفي خارج مكة وفي خارج الجزيرة العربية أول بلد يتلى فيه القرآن الكريم هو أرض الحبشة إثيوبيا، بين يدي النجاشي رضي الله عنه. يوم قال النجاشي للمسلمين عيشوا في أرضي بسلام، يوم قال النجاشي للمسلمين الفارين بدينهم عيشوا في أرضي بسلام، أكرمه الله بأن جعل أرضه أرض سلام. وستظل إثيوبيا أرض سلام، وكل محاولة لجر هذه الأرض نحو الحرب والدمار فهي محاولة فاشلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجيوش المسلمين وللعالم كله، قال النبي: وادعوا الحبشة ما وادعوكم. حديث صحيح. أحد 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 رددوا معي: أحد أحد. بلال كان أقوى من عمر وهو يعلن إسلامه، فرضي الله عن بلال ورضي الله عن عمر. يا أحفاد بلال، تعالوا بنا إلى شق آخر وبه نختم. يا أحفاد بلال، حافظوا على أرضكم، حافظوا على أرضكم، وحافظوا على من ولاه الله عليكم. حافظوا على أرضكم وحافظوا على من ولاه الله عليكم. سيادة الدكتور آبي أحمد صانع مجد إثيوبيا، حياك الله بالسلام يا رجل السلام. أيها المسلمون في إثيوبيا، أيها المسلمون في إثيوبيا، والله إنكم لتحسدون على هذا الرئيس الموفق. أمثاله قليلون، فتح الباب أمامكم لتحيوا حياة المسلمين في عزة وشرف، فحافظوا عليه ولا تفرطوا فيه. هذا الذي أتاح لهذه الجماهير أن تجتمع وتلهج بذكر الله وتعلي ذكر الله، فيه الخير وهو مصدر أمن وأمان لكم. أنا زرت الحبشة قبل 3 سنوات.
كأنك قد خلقت كما تشاء. جئت شرف المدينة مرحبا يا خير الداع. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. لبيك يا أقصى، 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 لبيك